بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. بعض البنات أو بعض النساء بنسمع دايما بيقولوا جملة أنا، أو جمل بقى مش جملة واحدة، إن أنا يعني يدوب باكل حاجات بسيطة جدا، يعني لقيمات بسيطة وما بخسش أبدا أبدا. أو إن أنا لو شميت، بس مجرد ما شميت ريحة الأكل بلاقي نفسي بتخن جدا. او انها مثلا بتتكلم على حد هي تعرفه، صديقة او اخت او جارة، ما شاء الله عليها بتاكل بسم الله ما شاء الله اكتر مني بكتير وما بتتخنش، او بتعمل نفس نظام الرجيم اللي انا ماشية عليه وبتخس عليه جدا ما شاء الله بالاتنين والتلاتة والاربعة كيلو في الاسبوع، وانا لأ وثابتة جدا جدا على الميزان. طيب، هي بقى بتبقى متضايقة جدا وبتقول يعني هو أنا الجسم الوحيد في الدنيا كلها ولا في الكوكب كله اللي بيخزن حتى الهواء، وممكن أفضل على وزني ثابتة أو أزيد بالرغم إن أنا بتعب جدا في الرجيم والنظام الغذائي؟ السؤال اللي بيطارد بنات وستات كتير جدا. ليه الميزان كل ما بقف عليه بلاقيه ثابت، يا اما زايد حاجة بسيطة، رغم اني حارمة نفسي تماما تماما وماشية على نظام رجيم قاسي؟ ليه مش بخس؟ باكل قليل جدا. هل المشكلة في جسمي، ولا هل المشكلة في النظام الغذائي اللي انا ماشية فيه، ولا في طريقة تفكيري عن الدايت اصلا من الاساس؟ النهاردة هنفتح الملف المهم جدا جدا ده بالنسبة لبنات وستات كتير اللي بيبقوا عايزين يحرصوا على نظام صحي وعلى قوام رشيق، مش علشان الشياكة فقط واللبس فقط، ولكن علشان صحتهم كمان، لأن الوزن الزايد بيأثر على الصحة. إن شاء الله هنعرف النهاردة كتير من التفاصيل ليه كتير من البنات والستات بيمشوا على نظام غذائي ولكن جسمهم ثابت، ما بيعرفوش يخسوا. هل المشكلة في أجسامهم ولا في النظام الغذائي نفسه؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا ومنورانا، الأستاذة أميمة دراتكة، أخصائية التغذية العلاجية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أميمة. عليكم السلام. أهلا أستاذ ندى، كثير سعيدة بهذا اللقاء وبهذا البرنامج الرائع اللي عم بيحكي هيك مواضيع فعلا قيمة بتفيد المجتمع. أهلا وسهلا بيكي، وإحنا كمان سعداء بوجود حضرتك معانا النهاردة. أهلا ومرحبا بحضرتك. الحقيقة احنا موضوعنا النهاردة من الموضوعات اللي بتهم نساء وبنات كتير جدا جدا يا أستاذة أميمة، وأعتقد أن معظم زوارك هتلاقيهم أو المتابعين مع حضرتك نظام غذائي، أعتقد الأكثر هيكون من النساء والبنات. هل فعلا كل ما باكل أكل قليل لازم قدامه يكون فيه خسارة للوزن؟ لان الستات والبنات حيرانين جدا جدا، ما بناكلش والله ما بناكل، ده احنا هفتانين من كتر الجوع وبنلاقي وزننا ثابت. فقولي لنا المشكلة هنا فين يا أستاذة أميمة؟ هلا فعلا انت اثرتي موضوع كثير قيم ومفيد. هلا المعنى الطبيعي لزيادة الوزن او خسارة الوزن هو مقدار كمية الاكل. هلا هي معادلة جدا بسيطة. الجسم له حاجة معينة بيدخل عليه أكثر من حاجته حينعكس في زيادة وزن. بتبلش الدخول على هذا الجسم أقل من حاجة الجسم، معناها خسارة وزن. حتى لو كان الوزن طبيعي أكيد حيخسر وزن. يعني الداخل أكثر من الحاجة معناته حيصير في تخزين، والتخزين حيصير على زيادة وزن هي على شكل دهون. نحن عم نطلع أكثر مما عم نحتاج، معناته يعني عم ما بناخذ اللي بنحتاجه الجسم نص، يعني هون بصير خسارة الوزن. فهي بهذا المعنى جدا بسيط. هلا هذا ايش يعني لنا انا لو كانسان او كشخص اكلت كميه من الغذاء بمختلف انواعها اقل من حاجه جسمي، انا حانزل وزن. هذا الكلام ثابت وبالمعنى الحرفي لهذا. لكن في اكيد بعض كثير او مو بعض، الكثير من العوامل بتأثر على هذا الموضوع بشكل عكسي. يعني مثل ما تفضلتي حضرتك، اكيد في كثير ناس تحكي انا ما باكل او كميه اكل جدا قليله وما عم بنزل وزن. أيوه. اكيد الجسم في لحظات معينه بيكون حتى لو كانت كميه الاكل اقل من حاجه جسمي ما حتاثر علينا، عكسي بالعكس حننزل وزن. هذا الشيء ما حننزل وزن. او احيانا في بعض الاشخاص ممكن يحكي لك انا باكل كميه قليله وبزيد وزن. اكيد هذا الشيء وارد. ليش؟ لانه مقرون مع الاشياء اللي انا بتناولها. هلا انت تخيلي يعني مثلا في بعض الاشياء احنا بنشوفها كثير كميه قليله،
لكن اه. هي غنية جدا بالسعرات الحرارية. بالظبط. فهون بصير موضوع زيادة الوزن بالرغم من إنه الكمية اللي تناولناها قليلة، فهذا الكلام مم. جدا صحيح. اه، ممتاز جدا. طيب أستاذة أميمة، هل في علاقة ما بين أي نظام غذائي أو نظام الدايت وما بين إن إحنا يعني جسمنا بيتقبله؟ أو طبعا حضرتك عارفة إن الجسم أول ما بيتعرض لنظام جديد عليه فبيبدأ ياخد احتياطاته بقى، بيعتبر إن هو مثلا في وضع طوارئ، أو بيبدأ يدافع عن نفسه، أو يبدأ يقاوم. فهل في علاقة ما بين النظام الغذائي، ما بين مثلا تفكيرنا او اصلا دماغنا او عقلنا لما بيلاقي الجسم بدأ يمشي على نظام مختلف تماما عن اللي كان ماشي عليه سنين طويلة؟ صحيح. هلا دائما اي شيء بيصير غريب على الجسم او حتى بحياتنا العاديه، نظام الطوارئ بيشتغل مباشره، ببلش التجهيزات الجسم انه في مقاومه، او مش ضروري مقاومه، حتى الاستجابه بتكون غير في دائما مم. في اي برنامج مم. غذائي. بس من هاي النقطة لازم نوضح موضوع إنه تعدد الأنظمة الغذائية المتبعة، يعني أنا مثلا هذا الشهر عملت نظام الكيتو، الشهر الجاي عملت نظام نوع ثاني مثلا الفيجيتيريان، نظام المي، في كثير أنظمة متعددة. فنحن لما يتبع الجسم أنظمة متعددة كل فترة بنظام، هذا الشيء رح يعمل لنا مشكلة في مبدأ خسارة الوزن أو في مبدأ استجابة الجسم للنظام الغذائي. فأول شيء تعداد الأنظمة هذا شيء خاطئ جدا. وبالتأكيد نحن لما نجي ونتبع نظام غذائي، يعني أنا إنسان طبيعي جدا دائما باكل أكلي العادي وما عندي مشاكل، فجأة قررت إنه أنا أتبع نظام غذائي وأبلش أنظم نظام حياتي، بغض النظر إنه أنا بدي أنزل وزن أو بدي أكون نظام صحي، لأنه مش دائما كل نظام رجيم هو عبارة عن نزول وزن، أحيانا نظام صحة فقط هو الحفاظ على الجسم والحالة الصحية. أكيد جسمي بالمرحلة الأولى رح يكون استجابة سريعة، لانه اوريدي خلاص شيء غريب جديد اجى على الجسم، فحتكون عندي الاستجابه سريعه، بالتالي اكيد مبدا الاستفاده من النظام الغذائي في المراحل الاولى كثير اعلى منها في المراحل الثانيه. وهذا ما بيعني انه ما في استجابه في المراحل الثانيه، لا بالعكس في، بس انا اللي بعنيه انه نحن دائما نستغل الفتره الاولى من اتباع اي نظام غذائي جديد، انه الجسم بيكون جاهز ومهيئ للاستجابه، يعني خلايا الجسم جاهزة إنه تستجيب لأشياء جديدة عم تدخل عليها أو عم بتغير النظام. فمثلا نحن بنحكي بتحديد عن خسارة الوزن، دائما المرحلة الأولى من اتباع نظام غذائي صحيح جديد للجسم بتكون استجابة في معدل نزول الوزن أسرع منها في المراحل التالية. بالظبط، ممتاز جدا. طيب أستاذة أميمة، احنا عندنا اعتقاد ان نظام غذائي ريجيم دايت يعني معناها حرمان، يعني لازم تموتي من الجوع، ما ينفعش. انت لو انت شبعانة ومش حاسة بالجوع يبقى انت ما بتعمليش ريجيم. احنا عايزين رد منطقي وعلمي على المقولة دي، وهل فعلا ان اي نظام غذائي لازم يكون فيه حرمان ولازم يكون فيه جوع شديد؟ صحيح. هلا النظام الغذائي هو نظام غذائي صحي، ايش يعني؟ انه نظام غذائي متنوع ومتعدد. اول شيء ما في نظام حرمان، لانه اساسا طبيعه الجسم والخلقه البشريه، الجسم بيحتاج 3 عناصر غذائيه رئيسيه، اللي هي النشويات، اللي هي الرز، المكرونه، اي شيء نشويات، البطاطا، اللي هي اي العناصر النشويه، حتى الخضار بيحتاجها بكميه معينه. بيحتاج البروتينات، البروتينات اللي هو الدجاج، اللحوم، الأسماك، البيض، مشتقات الألبان والأشبان، حتى في بعض البروتينات النباتية للأشخاص الفيجيتيريان أو الأشخاص اللي ما بيتناولوا اللحوم، في بروتينات نباتية، مثلا البقوليات من البروتينات النباتية. في عنا بذور الشيا اللي في الآونة الأخيرة كثير مشهورة، تحتوي على نسبة عالية من البروتين. في عنا بذور الكينوا، هون خيارات بدائل للبروتين للأشخاص اللي ما بياخذوا المصادر الحيوانية. وبيحتاج العنصر الثالث اللي هو الدهون. هلا الدهون اكيد هي الدهون الجيده، مثل ثمره الافوكادو هي عباره عن دهون، ودهون جيده للجسم. الدهون الموجوده في اللحوم والدجاج، الموجوده في الاسماك مثل سمك السالمون، هاي دهون جيده بتاخذها الجسم. وفي الدهون الخارجيه مثل اللي هو زيت الزيتون، من افضل انواع الدهون اللي نحن ممكن تكون دخلت نظامنا الغذائي. فالجسم بيحتاج هدول الثلاث. اي خلل بصير او حدث في اي عنصر من هاي العناصر الثلاث معناته احنا اثرنا في الميكانيكيه تبعت الجسم وفي حاجه الجسم.
فهون بالعكس هذا الشيء صار في خلل من هذا المنطق. احنا ما بنسميه نظام غذائي صحي. النظام الغذائي الصحي اللي بيحتوي على العناصر الغذائية الثلاث بالقدر اللي بيحتاجه الجسم لضمان اللي هو القيام بالطاقة اللي بيحتاجها الجسم والقيام بالعمليات الحيوية. فهدول العناصر الغذائية الثلاث أكيد في دخل عليهم اللي هو المي. المي اللي هي المصدر اللي لازم كمان نحن عم تنضاف للجسم بحاجته، والتي لا غنى عنها إنها تدخل للجسم، وطبعا هي أكيد مضمونة للنظام الغذائي الصحي. فنظام غذائي صحي برجع بعيدها هو نظام غذائي صحي بيحتوي على العناصر الغذائية الثلاث بالنسب التي يحتاجها الجسم وبكميات اللي بتختلف من شخص لشخص، لأنه هي مش شيء واحد للجميع. يعني مثلا ما غير عن نظام الأستاذة ندى غير عن أي شخص تاني، لأنه بتنقاس بناء على مقاييس معينة اللي هي مثلا عندنا اللي نحن بندخل فيها المقاييس الوزن، الطول، العمر، حتى الحالة الصحية، لأنه الحالة الصحية بتنعكس هل أنا كم الكمية اللي أعطيها من هذا النوع، هل في بعض المحاذير أو الممنوعات. فيعني النظام الغذائي الصحي هو عبارة عن نظام كتير كبير وبيتفرع وبينقسم حسب حاجة كل جسم وحسب تغيرات الجسم حسب العمليات الحيوية اللي بتصير عنده. ممتاز جدا. طالما احنا بنمشي على نظام غذائي صحيح مش هنشعر بالجوع القارس او حتى بالجوع اللي كتير من الناس بتتكلم عنه. طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية، وهي ان بعض الناس بتلاقيها بتاكل يعني عمالة على بطال زي ما بنقول كده، او ان هي حاسة انها جعانة، كل شوية تقول لا انا حاسة ان انا جعانة وتقوم تاكل، بس في حين ان هي ما بتبقاش على درجة كبيرة من الجوع. بعض الناس اتكلموا وقالوا ان ده اسمه الجوع النفسي، هي صحيح. او مثلا الجوع اللي مرتبط بحالة نفسية، وتعددت بقى الآراء والكلام عنه. فخلينا نعرف مع حضرتك يعني ايه اصلا جوع نفسي، وايه التصرفات اللي ممكن حد يعملها تدل انه عنده جوع نفسي. صحيح. هلا في كثير من تناول الوجبات الغذائيه غير مرتبط في الجوع مثل ما انت حكيتي. هلا في تناول وجبات غذائيه اللي هي مرتبطه بالحاله النفسيه، احنا بنسميه الايموشنال هابتس اللي هي العادات العاطفيه او اللي ترتبط بالحاله النفسيه. في بعض الاشخاص لما يشعروا في الاكتئاب ببلشوا ياكلوا، حتى هم بيحسوا نفسهم انه في عمليه الاكل او في اثناء الاكل شوي بيخففوا من الاكتئاب اللي عندهم او من الستريس الضغط اللي موجود. في بعض الاشخاص على العكس بعمليات الفرح والسعاده بياكلوا، وفي مراحل الاكتئاب ما بياكلوا. فهون هذا شيء عاطفي. فالتغير هذا او الاختلاف هذا بيثبت لنا انه هذا عباره عن مجرد الدماغ عم يتحكم، او احنا الحاله النفسيه عم نخلي دماغنا يتحكم في او احساسنا اللي نحكي مو الدماغ هو اللي يتحكم في عاداتنا. هي عباره عن عمليه سيطره فقط لا غير، انه انا ما اخلي انا حاستي او الحواس اللي عندي هي عم تتحكم فيي، انا اكون منطقيه عم بفكر بدماغ وبعقلانيه ليس باحساس وبمشاعر. انا جوعان انا اكلت، انا مو جوعان ما باكل. هون احنا عباره عن عمليه تمرين وتدريب للنفس. اكيد هي مو شيء سهل، انا ما عم بستسهل الموضوع ولا عم بنظر فقط في الكلام، موضوع غير سهل. هي عباره عن جهاد للنفس. وفعلا النظام الغذائي الصحي هو خاصة للأشخاص الغير متعودين عليه، هو عبارة عن جهاد للنفس، وهو من أقوى أنواع الجهاد الحالية أنا بنظري اللي هي الجهاد الذات، إنه أنا أقدر أسيطر على نفسي والتغلب على الظروف المحيطة فيي. يعني أنا أكلت أكثر أوكي، يعني هلا في أشياء فعليا ومثبتة علميا بعند تناولها بتأثر على الحالة النفسية. يعني مثلا عند الأرق أو التعب أو الإرهاق أو الضغط النفسي معروف إنه تناول المغنيسيوم بيأثر علينا بطريقة ثانية، بالعكس بشعر بالسعادة بشعر بالفرح. فهون أنا أوكي عارفة إنه أنا لازم أتناول هذا العنصر، فهون أنا بصير عندي التفكير المنطقي، إيش أتناول إيش آكل. هلأ ممكن أكون مو جوعانة بس بوقتها شو بعمل؟ قطعة صغيرة من الشوكولاتة السوداء اللي نسبة الكاكاو فيها عالية فوق 85 فيني أتناولها ريحتني نفسيا شوي. فيني أجيب مثلا الخضار الخضراء اللي هي الورقية الداكنة مثل الجرجير مثلا، السبانخ، ممكن أعمل سلطة تحتوي على عناصر عالية، بتحتوي على على كمية عالية من المغنيسيوم، بالتالي لما تناولتها عملت لي ارتخاء للأعصاب. ممكن آخذ تمر، أوكي أنا أخذت صحيح دخل شيء حتى لو ما شعرت في الجوع، لكن أنا بطريقة منطقية وعقلانية سيطرت على الكمية اللي دخلت على جسمي، ما أكلت بطريقة
عشوائيه. في كثير بعض الاشخاص يعني فعلا انا هذا الشيء شفته ببلشوا ياكلوا بطريقه جنونيه يا كميات الله. كبيره من الطعام. عدا عن هيك في ناس عم بتبلش تاكل الاشياء السريعه التحضير او الفاست فود، مثلا الهمبرجرات، البيتزا، المقالي. هذا الشيء غير منطقي. انا بالعكس انا اكلتها هلا، بس بعد شوي انا حرجع لحالتي النفسيه. انا ما اثرت شيء عليها، عكسي سواء فرح او سعاده عم نحكي، ما اثرت شيء، يعني انا ما هي ريحت المشكلة نفسي. كمان يا أستاذة أميمة إن هم ما بيكتشفوش إن هم خلاص وصلوا أو إن ميزانهم زاد خالص إلا بعد بإيه ما بيتخطوا المرحلة اللي هم فيها دي، أو يوصلوا لدرجة كبيرة للأسف من الاكتئاب، أو يحصل لا قدر الله مشكلة صحية بسبب زيادة الوزن، زيادة 100% الكوليسترول، صح. الحاجات دي كلها. فيكتشفوا بعد كده إن ده كان بسبب زيادة الأكل اللي هو الجوع النفسي. طيب هل صحيح يا أستاذة أميمة إن مجرد إحساسي بالجوع الشديد اللي بيخلي فعلا الإنسان يبقى، إحنا ما بين قوسين كده بنسميها بالعامية، يبقى مش متحمل، بطنه بتألمه جدا جدا من كتر الوجع؟ هل وجع الجوع ده هو اللي بيخلي الجسم يحرق السعرات الحرارية اللي فيه الزايدة؟ هلا عشان ما تصير هي مفهوم غلط، هلا هو فعلا بهي المرحله بيصير مقدار حرق السعرات الحراريه سريع وعالي. ليش؟ لانه الجسم حاجته بده اياها بجميع الحالات. فانا جوعت كثير، اكيد مش حيستناني لحتى ياخذ حاجته لما انا ادخل اكل على جسمي، لا بالعكس، شو حيعمل؟ حيبلش عمليه الحرق سواء من الدهون او من العضلات في حاله الجوع الشديد من المخزن في الجسم، فحيبلش يطلع من المخزون. يعني سوري على التشبيه، خليني امثل لك اياه. شخص طبعا نحن كنا فاتحين بيوت، مثلا انا شخص ما بيشتغل، حاجة بيته مستمرة ما اختلفت، يعني ما حيصير في عنده نقص لا بفواتيره ولا بمصاريف البيت ولا شيء. فهو بهالحالة شو حيعمل طالما ما في داخل شهري عنده؟ حيبلش ياخذ من المخزون اللي موجود عنده، اللي هو اللي مدخراته يعني نحكي. أيوة فحيبلش بالظبط يطلع ويصرف بالظبط. لأنه مصروفاته ما حتتغير. ونفس المبدأ في الجسم. الجسم ما دخل له من الدخل من المصدر الخارجي، صار عنده نقص. من وين حيعوض هذا النقص؟ من المخزون الداخلي في الجسم اللي هي بعملية حرق الدهون المخزنة في الجسم. فهون أكيد حيصير في نزول وزن. بس تمام. هذا الشيء أكيد مش معناته أنه أنا ممكن آكل ويصير عندي خسارة وزن. ليش أوصل جسمي لمرحلة جوع شديدة؟ بالعكس، أحيانا في بعض الأشخاص ممكن يصير عندهم مشاكل صحية عكسية تنعكس، لأنه بيصير في عندهم حرق، ممكن ينزل معدل السكر في الدم، ممكن يصير مشاكل صحية في بعض الأشخاص. في عندنا عند الانخفاض الشديد لمعدل السكر في الدم ممكن بعض الأشخاص يدخلوا في غيبوبة. فهون انا لازم اكون يعني محدد انه انا ما فيني ادخل في جوع شديد. اكيد ما بنحكي انه الجوع البسيط، بنحكي عن الجوع الشديد اللي بيؤدي الى انخفاض معدل السكر في الدم. تمام. طيب أستاذة أميمة، في بعض البنات بيقولوا أو دايما بيتقال حواليهم طالما عديتي سن ال30 يبقى معدل الحرق عندك هيكون ضعيف جدا، او هيبقى اي نظام غذائي هتمشي عليه هيبقى يعني مش هيحقق لك النتيجة المرجوة. عايزة تخسي يبقى قبل ما تدخلي على ال30. هل في علاقة ما بين عمر ال30 او العمر بشكل عام، انه فعلا لما نوصل لعمر معين معدل الحرق في اجسامنا بتقف؟ هلا هي صحيحه ومو صحيحه بنفس الوقت. الصحيح انه فعلا لما انا كل ما تقدمنا في العمر اكثر كل ما صار معدل حرق الدهون او حرق السعرات الحراريه في الجسم اقل. هذا الشيء صحيح. ولكن مش معناه انه انا ما فيني اخسر وزن. بالعكس، انا لشخص معدل عمره في ال30 احتماليه ممكن انزل في وزن افضل من شخص في عمره ال20. هي معتمده على النظام الحياتي واتباع النظام الحياتي للجسم، اتباع النظام الغذائي الصحي، اتباع الرياضه، الطاقه اللي بيأديها الجسم. بالعكس، احنا في اشياء بتعلي من معدل سرعه حرق الدهون او معدل حرق السعرات الحراريه في الجسم. يعني هي الجزئيه الصح منها التقدم في العمر بيصير معدل حرق الدهون، بيصير معدل مش خساره مرتبط الوزن بسن ال30 بس، لان هم عقدوا البنات. هو توصلي 30 مش هتتجوزي، توصلي 30 مش هتخسي، ايه يا جماعه ماله سن ال30؟ بالعكس، هي مرحلة الشباب الفعلية. يعني في مرحلة ال30 وهي أقصى طاقات الجسم. يعني إحنا ما نحكي مرحلة ال30 هي مراحل منتهية، بالعكس. حتى إحنا إذا بنطلع مراحل ال40 وال50 في بعض الأشخاص بتكون طاقة الجسم أفضل من أشخاص في عمر ال20.
هون هي ما ارتبطت في العمر، ارتبطت في عادات الجسم، في كيف الحياة اللي أنا عم بأديها لجسمي. يعني شخص طول لنحكي هلا شخص في مم. ال20 سنة ما عم مم. بيأدي أي نشاط بدني، بس أكل وقعدة أكل وقعدة، أكيد حيهرم جسمه. بينما اه شخص في ال40 عم بياكل، بينتبه لأكله، عم بيمارس تمارين بالظبط، الرياضية، ونشيط. عم بيمارس حياته اليومية، مم. حيكون طاقة جسمه وحتى شكليا عنده الشبوبية، يعني نحكي أو الوضوح، مش بس ايوه في شكل الجسم، حتى في كل شيء، حتى في مم. العمليات الحيوية في الجسم بيبان حتى على أفضل من شكله، الشخص بنقول ده يعني ال20. شكله ما يديش سن وشكله اصغر بكتير. بالضبط. صحيح. فهون ما يكون حدا محبط من هذه الفكرة أبدا، لا، هي مم. بس مجرد إنه أنا كيف أنتبه لنفسي. حتى كل ما تقدمنا أكيد نحن أجسامنا بحاجة رعاية أكثر، يعني هذا الشيء مو مختلفين بالتأكيد. عليه. ولكن إحنا عادي بالتأكيد. فينا نكون في أتم وأفضل أوجه اللياقة البدنية. تمام. طيب احنا مازال معانا محاور كتير وتساؤلات كتير من نساء وبنات عن موضوع الرجيم، ومثلا ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل احنا بنبوظ بيها الرجيم، هل الهرمونات ليها علاقة؟ كتير من المحاور هنناقشها مع حضرتك في حلقة اخرى، لكن لا يسعنا الان الا ان احنا نشكر حضرتك الاستاذة أميمة دراتكا، اخصائية التغذية العلاجية، على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا. وان شاء الله على وعد بحلقة أخرى نستكمل فيها ما تبقى من التساؤلات الخاصة اللي طرحتها علينا كثير من البنات والنساء. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.